مسلسل البيت بيتي بقى الجزء الثاني. طيب الجزء الاول كان نجح، ما عجبنيش فيه تفصيله بسيطه كده في اول جزء، فكره انه في الاخر اشرف اتكلم وحكى كل حاجه، اللي هو يلا يا جدعان بقى كلكم اقعدوا بما فيكم المشاهدين بما فيهم الشخصيات، اقعدوا يلا الراجل هيحكي لنا المسلسل كله. ما عجبتنيش وقديمه ومهروسه، بس اوكي، الضحك واللذاذه وتعالونا بالشخصيات غطى على كل ده. نقوم في الجزء الثاني نعمل نفس الموضوع، نجيب احمد بدير يقعد يحكي لنا، وقبلها في الحلقه سوري في نفس الحلقه اللي هو الراجل انا اسف انا نسيت اسمه، يحكي برضه يلا يلا اتفرج على فلاش باك، احكي يلا من الاول. يا جدعان ده كسل مش طبيعي، مع ان المسلسل نفسه فيه افكار حلوه جدا للرعب والضحك والكوميديا. الكوميديا بتاعت كريم محمود عبد العزيز واسلام سوري مصطفى خاطر، ان هم بيتناقشوا بيتكلموا مع ناس ميتين، فبيتكلموا من منطلق ان هم ميتين، كانت بتضحك جدا، في شويه حاجات لطيفه. ميرنا جميل اوت اوف تون مش طبيعي. ميرنا جميل يعني مش عارف ايه الميك اب واللبس اللي طول المسلسل ده، يعني عايزين نثبت ان دي ممثله حلوه ولذيذه واموره وسكسي وبتاع. طب هي فين بقى وسط المسلسل؟ يعني وسط المسلسل هل ده منطقي؟ هل وهم في بيت متلبش ورعب وراحوا المزرعه واهل المزرعه الميتين وكل الرعب ده كله برضو بتتزوق ولابس اوت اوف تون تماما تماما؟ حتى افهاتها وحتى علاقتها بكراكيري هو مشهد واحد بس لما كانت بتقول له احنا هنستلم الفلل والحاجات دي كلها متاخر، الباقي كله كان اوت اوف تون تماما. عموما انا يعني انا الصراحه ما نفسيش في جزء ثالث، انا شايف انه حلو قوي كده، ومع ان غالبا هيبقى في جزء ثالث، انا اعتقد كمشاهدات الجزء الثاني يعني نجح جدا، وهو رقم واحد في المشاهدات اعتقد دلوقتي على شاهد. بس توتال انا ما كنتش مستني قوي، بس هو ما فشلش خالص، هو حلو حلو، بس النهايه قفلتني اكتر بقى من الجزء الاول بكتير. بالمناسبه الراجل الممثل اللي عمل دور عوني ده يعني جامد فشخ، ليه؟ لانه باع لك شر مطلق قوي غير مبرر، وانت برضو يعني اشتريته. هو شكله وطريقه كلامه وبتاع هو رهيب. اعتقد هو ممثل برضو في رمضان اللي فات بس مش فاكر في ايه، بس هو ممثل يعني فشيخ يعني. بس اوفر اول هو مسلسل لذيذ مسلي كوميدي لطيف، الاطفال بيحبوه عموما. كراكيري وبينو شخصيات تحسها كرتونيه شويه. بس يعني زي ما قلت كده، هي بس النهايه، ومش عايز جزء ثالث، حلو قوي كده وزي الفل، بس كده.